السلام عليكم جميلات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في قناتكم قناة أنوثة بلا حدود. كما كتعرفوا بقات ايام قليله فقط على العيد الكبير، وعارفه بلي هاد السيمانه كتمشي كامله في الشغال التوجات التماره ديال الدار. ولكن واش هادشي كيعني بلي غادي ننساو راسنا؟ اكيد لا. الانثى الذكيه هي اللي كتعرف توازن بين مسؤولياتها وحتى بين العنايه بالجسم ديالها وبالنفس ديالها، حيت هي الاولويه. نهار العيد بغيتك تكوني منوره، بشرتك مرتاحه، وفيها واحد النظاره اللي كتلفت الانتباه، تخلي كلشي كيسولك على السر، واخا تكوني عيانه او شبعانه شغال. اليوم غادي نشارك معكم روتين ملكي اللي غنبداو ب3 ايام قبل العيد. هذا الروتين كيتكون من خطوات اللي هي بسيطه، وصفات مغربيه اصيليه اللي غنضمن لك ان المكونات ديالها غتكون في الامكانيات ديالك. غادي نخليك نهار العيد عروسه في دارك. الا كنتي مستعده تدلعي راسك، جيبي كاس ديال اتاي، ورقه وستيلو باش تكتبي المعلومات اللي غنعطيوك، ويلا نبداو. اول عنصر غادي نبداو به في هذا الروتين اللي هو الشعر. غنبداو بالشعر هو الاول جميلاتي، حيت كياخذ لينا الوقت بزاف، وبغيناه نهار العيد يكون حرير ولامع. قبل العيد ب3 ايام خصنا نديرو واحد الماسك سحري اللي كيرد لينا الشعر بحال الا درنا ليه الكيراتين، وكيغذي الشعر بامتياز. في هذا الماسك غنحتاجو مكونات بسيطه بحال السدر المطحون اللي غادي نخلطوه مع واحد الماء مغلي مع بزاف ديال الاعشاب بحال القرنفل، الثوم، ورقه سيدنا موسى، الازير والخزامه. كيخصنا نغليو هاد الاعشاب كاملها في الماء، من بعد كنخلطوها مع السدر المطحون اللي كيتعتبر بديل طبيعي للشامبوان واللي كيقوي الشعر بزاف. وكيخصنا نزيدو اي زيت عندنا متوفره، زيت الارغان او زيت اللوز الحلو. الا ما عندكش تقدري ديري حتى زيت العود الطبيعيه. هاد الخلطه كدار على الفروه والشعر كامل، وكنخليوها من ساعه لساعتين. ملي غادي تغسلي شعرك كوني اكيده جميلتي غادي تلاحظي واحد الكثافه وواحد اللمعان عجيب في شعرك. مباشره من بعد الحمام، ما حد الشعر ديالك باقي فازق، كنصحك ترشي اطراف شعرك بقطرات من اي زيت عطري، باش نهار العيد مع كتحركي كلشي كيشم فيك ريحه النقاء والانوثه، ولكن حتى حد ما عارف منين كتجي. وهذا غيبقى سر بيني انا وياك. وندوزو لتاني عنصر اللي هو كيفاش نعتنيو بالجسم ديالنا. مني كنقولوا الجسم كنهضروا اكيد على الحمام المغربي اللي هو كنز بين يدي وبين يديك، وبزاف البنات ما حاسينش بالقيمه ديالو، حيت كيبان لهم الحمام صالح غير للتنظيف ديال الاوساخ. وهو طقس من طقوس الانوثه اللي كيحيي الروح وكيحيد كاع العيا والستريس ديال السيمانه. مني كنهضروا على الحمام انساتي غادي خصنا نوجدوا التبريمه الملكيه اللي كنحتاجوا فيها الصابون البلدي، كيخصنا نزيدوا معاه الداد مطحون، عصير ديال الحامضه، معلقه ديال الورد المطحون، الحناء، السدر، وحتى النيله والخزامه، باش هكا كنلعبوا على التفتيح، على الترطيب، وعلى ازاله التصبغات. كان هاد الخلطه كندهنوا بها الجسم ديالنا كامل في الحمام، ويفضل تخليها حتى ل10 دقائق، ومن بعد كتشلي الجسم ديالك بالماء الساخن وكتبداي عمليه التقشير بالكيس المغربي. كنصحك ملي تسالي وباش نقفلوا هاد التجربه الرائعه غادي ترشي الجسم ديالك كامل بماء الورد البارد، وتدهني باي حليب مرطب كاين عندك. هاد الخطوه كتضمن لك تحصلي على واحد البشره بحال الدراري الصغير، وريحه انثويه كتبقى لاصقه فيك ايام وايام من مورا الحمام. دابا وصلنا الليله ديال العيد والشغال سالاو، البيت ديالك معطر بالبخور والهدوء كاين في الارجاء، وجا الوقت باش نتهلاو في الوجه ديالنا باش يرتاح وينور. ليله العيد غادي نبداو روتين الوجه اللي كيتكون لينا من 3 المراحل اللي بسيطه. اول مرحله هي مرحله التقشير باش نحيدو الخلايا الميته اللي كاينه في البشره ديالنا. ما تحتاجيش مكونات سحريه او خياليه، غتحتاجي القهوه مطحونه، وغتحتاجي اي زيت مرطب كان عندك، بشرط انه كيكون يوالم البشره ديالك. وانا كنصحك انك ديما يكون عندك زيت الكوكو لانه غتحتاجيه بزاف. كنديروا القهوه مطحونه مع زيت الكوكو للتقشير، وكنديروا
زبادي او ياغورت طبيعي كنخلطوه مع النيله الصحراويه الزرقاء اللي معروفه بالقدره السحريه ديالها على انها تفتح لك البشره ديالك وتحيد لك البقع اللي كيخرجوا في وجهك بسبب العيا. كتخلطي نص معلقه صغيره من النيله، وخصك تاكدي انها نيله اصليه حره بشرط انها ما تكونش كتصبغ لك يديك، مع معلقه كبيره من الياغورت الطبيعي. كتخلي هذا الماسك 15 دقيقه على وجهك وغسليه بماء اللي يكون دافي. وإلا بغيتي واحد الفكرة سحرية نقولها لك، هي أنك تمرري مكعبات ديال الثلج على وجهك باش هكا بشرتك كتشد وكتسد المسام. هذا الماسك كيضمن لك واحد البشرة بيضاء صافية مشدودة، ونهار العيد واخا ديري مكياج خفيف بزاف او ما ديريهش كاع، وجهك غادي يكون كيشع بالنضارة والراحة. وما تنسيش المرحله الثالثه واللي هي اللي عليها كل شيء، وهي الترطيب. كيخصك ترطبي وجهك من موراء العنايه باي مرطب كان عندك، وفي حاله ما عندكش امكانيه مرطب فيكفي انك تدهني وجهك بزيت الورد اللي كترطب وكتفتح الوجه. وحبيبتي غندوزو لاخر مرحله من مرحله العنايه بالجسم، وهي العنايه بالقدمين. كما كتعرفي الرجيلات ديال المراه كيشكلوا هاجس كبير من الجمال ديالها وكيزيدوا من الانوثه ديالها الا كانت كتعتني بهم. باش تعتني برجيلاتك غير خصك 3 المراحل دوزي منها. المرحله الاولى اللي هي انك تحفري واحد الحمام للرجيلات ديالك باش هكا كتحسي بالاسترخاء وهكا كترطبي حتى الخلايا الميته. من بعد كندوزو لمرحله التقشير. هاد التقشير هذا يعني كنحاولوا نحافظوا على نفس المكون اللي هو القهوه مطحونه سنيده، وكتزيدي اي زيت عندك. من مورا مرحله التقشير كتجي مرحله الترطيب، كترطب اي مرطب عندك. وكنصيحه مني تقدري تاخدي بودره ديال العكر الفاسي وتخلطيها مع اي كريم مرطب عندك، كتعطي واحد المنظر رائع وزوين وكمورد للقدمين. جميلاتي، هذا هو روتين العناية بالنفس قبل من العيد، خاص بقاع البنات. خطوات بسيطة ولكن كتصنع فرق كبير في نفسيتك وفي جمالك نهار العيد. تذكري ديما باللي وسط التمارة والشغل انتي هي الوردة ديال الدار، وخاصك تحافظي على الأنوثة ديالك وعلى الجمال ديالك ولو بأقل الإمكانيات. كنتمنى من هذا الروتين البسيط يعجبكم وتجربوه. اكتبوا لي في التعليقات واش وجدتي جلابتك للعيد ولا مازال، وشنا هي اكثر وصفه عجباتك وغادي تطبقيها هذه السيمانه. ديروا لايك الى عجبكم الفيديو، كنبغيكم بزاف. عيد مبارك سعيد مسبقا، ونوتة بلا حدود. ما تنسوش الاشتراك في قناتكم، وكنتمنى لكم كل الخير والتوفيق.